تاريخيا، والذي قاله مستشرقون وقاله عرب وقاله مصريون، كل هذا الكلام على الرغم من قيمته لا يعنيني. العربية كما قلت ستبقى لغة العلم ولغة الثقافة ولغة الهوية ولغة الأصالة. وسأضرب لكم مثلا أو مثلين. نحن اليوم نقرأ الكتب القديمة بثقافاتنا المتوسطة، بمعنى أن تلك الكتب التراثية التي تملك أوراقا صفراء ما زالت مقروءة. وأنا لدي شاهد كبير، ليس في علوم اللغة وليس في علوم الأدب وليس في علوم التاريخ القريبة منا، إنما في لغة العلم الصرف. نشرنا في معهد المخطوطات العربية كتابا اسمه مصالح الأبدان والأنفس لرجل من القرن الثالث الهجري، توفي سنة 321. هذا الكتاب كتاب في الطب وفي النفس، يجمع بين علمي الطب والنفس، وهو مقسوم إلى جزئين، جزء في طب البدن وجزء في طب النفس. وهو يكشف ربما لأول مرة في تاريخ العلم الإنساني تلك العلاقة الوثيقة بين الجسد والنفس، وأن كليهما يؤثر في الآخر. ليس هذا هو الشاهد، أنا لا أريد أن أدخل في المضمون، لكن أريد أن أستشهد بأن هذا الكتاب الذي كتب في الطب ليس الطب بالمعنى الفلسفي، إنما الطب بالمعنى التطبيقي، لأنه يتحدث سريريا. هذا الكتاب تقرأه اليوم وأنت في ثالثة إعدادي أو في المرحلة الثانوية، وتستطيع أن تفهم كل كلمة فيه.